حدوتة ديدي النهاردة فيها مكان هادي وجميل مليان شجر وحيوانات لذيذة. كان في دبدوب صغير ولطيف قوي اسمه دوبي. دوبي كان دايما بيحب يلعب ويجري مع صاحبته القطوطة توفي. توفي كانت شقية قوي وعسولة، بس كانت هي ودوبي دايما بيتخانقوا وهما بيلعبوا مع بعض، علشان كل واحد فيهم هو اللي عايز يبدأ اللعبة الأول ويختار الدور. وفي يوم وهم قاعدين مع بعض تحت شجرة الجوافة اللي بيحبوها، لقوا بالونة حمرة كبيرة وحلوة قوي نازلة من السما، ونازل منها ورقة مكتوب عليها اللي يمسك البالونة دي هيروح معايا رحلة حلوة قوي، بس بشرط ما ينفعش يروح لوحده، لازم يروح مع أقرب صاحب ليه. دوبي قال أنا عايز أروح معاكي، وتوفي قالت وأنا كمان. لكن فجأة الاتنين قالوا مع بعض في نفس الوقت بس احنا على طول بنتخانق مع بعض واحنا بنلعب. وفضلوا يتخانقوا لحد ما البالونة بدأت تطير بعيدة عنهم. جريوا هما الاتنين بسرعة وراها ومسكوا فيها مع بعض، وفجأة البالونة طارت بيهم لفوق في الهواء، ودخلوا عالم مليان سحاب بيتكلم وبيوت من قطن، وكل حاجة فيها بتتحرك بلون مختلف. دوبي وتوفي أول ما وصلوا هناك قابلوا بنوتة صغيرة اسمها ريري. سلمت عليهم وقالت لهم علشان تقدروا تلعبوا هنا براحتكم وتفضلوا موجودين لازم تلعبوا لعبة الصحاب الأول. وكملت ريري كلامها اللعبة بسيطة خالص، قدامكم 3 أبواب، واحد فيهم هو باب الصحاب الحقيقيين، والبابين التانيين فيهم فخ، وعلشان تقدروا تفتحوا الباب الصح لازم تجاوبوا على السؤال ده مع بعض في نفس الوقت. والسؤال هو يعني ايه صاحب حقيقي؟ دوبي فكر وتوفي فكرت وقالوا مع بعض بصوت عالي الصاحب الحقيقي هو اللي بيسامح ويشارك ويضحك معايا حتى لما أكون مزعله. وفجأة الباب اتفتح ودخلوا على أرض كلها ملاهي وألعاب ومراجيح حلوة قوي. فضلوا يضحكوا ويلعبوا ويتنططوا مع بعض وهم مبسوطين، وبعدها رجعوا للغابة وهم فرحانين إنهم مع بعض، وقعدوا تاني تحت شجرة الجوافة. ومن يومها حتى لما بيتخانقوا بيرجعوا يفتكروا مع بعض البالونة الحمراء والرحلة ولعبة الصحاب، فيضحكوا تاني ويتصالحوا ويقولوا لبعض احنا صحاب حقيقيين وملناش غير بعض. وفي آخر الحدوتة أحب أقول لكم حبايبي، الصحوبية مش إننا ما نختلفش أبدا، لا نختلف ونتصالح تاني ونفتكر احنا ليه صحاب وبنحب نكون مع بعض. ايه رأيكم حبايبي في حدوتة ديدي النهاردة؟ اعملوا لايك وشير مع صحابكم الحدوتة وسبسكرايب للشانل. بحبكم قوي، باي باي.